السلام عليكم. مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش يهاجم صحفي سنغالي بعد فوز إيران على ويلز ويفضح الاتحاد المصري. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ أعطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد انتهاء المباراة الماراثونية بين المنتخب الإيراني مع المنتخب الويلزي والتي فاز بها في النهاية المنتخب الإيراني بهدفين في الوقت القاتل، فقد صرح مدرب المنتخب المصري السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد كانت مباراة ممتعة حقا، ولقد تفوق اللاعبون الإيرانيون على أنفسهم اليوم، ونحن نستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. وخلال المؤتمر الصحفي سأله صحفي سنغالي وقال له: لقد فاز عليك المنتخب السنغالي من قبل أثناء تدريبك للمنتخب المصري في نهائي أفريقيا، وأيضا أقصى المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم، واليوم تحقق أول فوز لك في المونديال اليوم، فماذا تقول؟ فرد ساخرا وقال: أعتقد أنني قدمت كل ما علي في المنتخب المصري، فنحن خسرنا فقط في المباراتين أمامكم بضربات الجزاء، فهذه ضربات حظ، فالسنغال لم تتفوق على المنتخب المصري في أرضية الميدان، وإنما بضربات الحظ فقط، وأنتظر ماذا ستفعل السنغال في كأس العالم، وأعتقد أن المنتخب السنغالي هو أول المودعين لكأس العالم، فأنا كنت أنوي تكملة المشوار مع المنتخب المصري لولا الإدارة الفاشلة للاتحاد التي تعتمد على الشو الإعلامي فقط، ولكن في العمل فهي إدارة فاشلة وفاسدة ولا تصلح لإدارة مزرعة للأبقار، فمصر تمتلئ بالمواهب، ولكن ينقص هذه المواهب العمل الجاد من الصغر والتخطيط الجيد أيضا من إدارة الاتحاد، وكل هذا لا يتواجد في الاتحاد المصري. لو جابوا أعظم مدربين العالم سيفشل مع المنتخب المصري لأن هناك كل حاجة فاشلة. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.